ماما بالله عليك عايزك تظبطي لي الدنيا. عيب يا ولا ما تقلقش، هو انا عندي اغلى منك؟ وانت بت ما تفتحيش بقك طول القعده. ولا امشي وانت ساكت كده بدل ما افضحك قدامها. جبت لك بقى ستي امي واختي مش عماله تزني وعاوزه تشوفيهم. هو ده صباع الروج اللي انت مصدعنا بيه؟ عيب يا بت، دي مهما كانت تبقى خطيبه اخوكي. اتشرفت بيكوا يا طنط والله. طنط الحق يا ابراهيم، دي بتقول لي طنط. لا ماما مش من اولها كده. انت بقى يا عسل عامله كام عمليه تجميل؟ والله هو انت لو ما سكتيش انا اللي هخليكي محتاجه عمليه تجميل. لا والله انا طبيعي. ولا قيصري؟ معلش بقى اختي اخر العنقود وكده. الله قولي لي يا حبيبتي، ايه انت خريجه ايه؟ انا خريجه زراعه يا طنط. فلاحه يعني، قسم علف. ياما بص ايديكي ايه دي شويه، احسن ناس احسن ناس بتوع زراعه. وانت اللي كان بيسهر معاكي لحد 6 الصبح؟ لا 6 الصبح ايه، ابراهيم بينيمني بدري عشان بيخاف على صحتي. انت الورديه التانيه. ورديه تانية؟ انا طالع عين امي وما بنامش. وانت بقى يا حبيبتي تعرفي تطبخي؟ لا يا طنط، انا ابراهيم قال لي لما نتجوز هو اللي هيطبخ. يا ابني موكوس. تزعلش على الراجل لو خاب، ازعل عليه لو طبخ. يا جماعه انا نسيت اطلب لكم حاجه، تشربوا ايه؟ انا عايزه ملكه شيك لوتس. انا ابني كل معلوماته عن اللوتس انها قريه. واحد اندومي وترسه شطه بس ما تكسروش عشان بحب اكله ني. خلي بالك هيما، ده سكر العيله، بونبونايه العيله كده، لازم قبل ما ينزل ابخره. فعلا يا طنط، هو محتاج يتبخر من على وش الدنيا. روضه بقى كلمت باباها في موضوعنا، كنا عايزين نعرف ايه التفاصيل. هبعتها لك برايفت. طب انت بتضحكي ليه؟ انا وهي بنضحك، انت مالك؟ بصي يا طنط، انا بابا قال لي ان انتوا عليكوا الشقه والشبكه والمهر والعفش. وطالما علينا كل ده يا حبيبتي ما اتجوزه انا بقى بالمره. خلاص بقى يا ماما انا هجيب لها كل حاجه طالما بحبها. وانت على كده بقى يا حبيبتي بتصيفي فين؟ مراسي وساعات جونه. شكلها ما تعرفش قريه دعاء السفر اللي احنا بنصيف فيها. ماما بقى تعرفي ان روضه مضيعه كل فلوسها على الميك اب؟ لا يا حبيبتي من اولها كده، انا مش عايزه تبذير، انا ابني شقيان في الفلوس. امال لو عرفت ان انا بجيب البادي سبلاش ب 800 جنيه هتعمل ايه؟ شايفه النظافه بتقول لك بادي سكواش ب 800 جنيه، مش انت بتغسلي شعرك بزيت عافيه مفكره نفسك بتتصايا؟ انت متغاظ مني عشان انا نمبر 1. انت عرفتي ابراهيم ازاي؟ تليفوني كان مسروق وهو اللي جابهولي. ما قالكيش ان هو كان سرقه؟ قلبك كنت سرقه، واهدي بقى عشان ما اجيبكيش من شعرك. انا ابني مش هيجيب دهب عشان ابني معدنه دهب، احنا بنشتري راجل. معدنه دهب ايه؟ مش لسه قايلك ان هو بيفقع الدهب؟ ده حرامي. والله يا طنط الدهب ما يفرقش معايا، كده كده دي هديته ليا. انا اهم حاجه عندي ان فتره الخطوبه ما تطولش. لا ان شاء الله مش هتطول الفتره، الحاجه تيجي من بره ونتجوز على طول. تيجي منين؟ تيجي من بره، ما انا هجيب اصلا الحاجه من بره، يعني مثلا السيراميك هنجيبه من ايطاليا وهجيبه بري عشان ما يتجرحش. طبعا انا وشهوده هنيجي نقعد عندكم 4 ايام كل اسبوع. انا ما اقدرش ان انا اسيب همهومي لوحده. همهومك وايه كمان؟ وبالنسبه للفرح هيبقى في فندق 5 نجوم في الهيلتون، والفرح طبعا هيبقى اوبن بوفيه. كداب، الهيلتون ده كافيه عندنا في الحضر. طب بالنسبه بقى لا النسبه دي على الآلة يا طنط. ايه ده؟ بقى انت بقى هتجيب السيراميك من ايطاليا وانت عايزه تقعدي معايا 4 ايام في الاسبوع وقاعدين بتتشرطوا عليا ليه؟ هتجوز علي معلول؟ خليه جنبك بقى واسقيه بدل ما يدبل. مع السلامه.